عمرك جربت شعور إنك بتتخنق ضغط من كل ناحية والكل مستني منك كلمة واحدة بس عشان يرحموك؟ تعال أحكي لك عن الصحابي اللي الصخرة كانت بتعصر صدره لكن كانت روحه طايرة فوق السحاب في عز شدة حر مكة وتحت شمس بتدوب الحديد. كان سيدنا بلال بن رباح بيواجه أبشع أنواع العذاب. سيده أمية بن خلف حط صخرة وزنها أطنان فوق صدره وكان مستني منه صرخة وجع أو لحظة ضعف وهو بيقول له اكفر بمحمد، لكن سيدنا بلال وجسمه كان بيتحرق كان في عالم تاني خالص. خرج من بين شفايفه همس أقوى من صوت السيوف: أحد أحد. ليه الكلمة دي بالذات؟ سيدنا بلال ما كانش بيغيظهم، سيدنا بلال كان بيلخص معنى الإيمان والحرية. كان بيقول لهم الصخرة فوق جسمي بس قلبي ما بيملكوش غير الواحد الأحد. اليقين خلاه يشوف وجع الصخرة أهون من إنه يبيع دينه وحريته اللي لقاها في الإسلام. في اللحظة دي سيدنا بلال المعذب كان هو الحر الحقيقي، والسادة اللي بيعذبوه كانوا عبيد لشهواتهم وغيظهم. الصخرة اللي كاتمة على قلبك النهاردة سواء كانت ضيق أو رزق أو مرض أو ظلم، لما الدنيا تضغط عليك عشان تتنازل استمد قوتك من يقين سيدنا بلال. ارفع راسك وقول بقلبك قبل لسانك: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقتها كل الصخور هتتحول لبرد وسلام. الروح ما بيحكمهاش بشر لكن بيحكمها رب البشر. ودي كانت حكاية يقين بطلها سيدنا بلال بن رباح.